بتقولوا لي ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ المستشار محمد صالح يا حاج، وهو مصري مقيم في الامارات، بيتبرع لاحفادك ب 10000 جنيه يا حاج. مش عايزه، هو كفايه القضاء. ما هو مستشار برضه. معلش انا اسف، متشكر جدا وجميلك على دماغي، لكن برفض. انا مش هاخد غير من وزاره العدل القضاه بس. ما هو مستشار قاضي يعني. معلش تمام، انا شاكر فضله، لكن واحنا كمان شاكرين له. ومش عايز كمان حاجه لعيالي يقول لي لعيالك لا بتاع لعيال ابنه، لا انا متشكر قوي. العربيه ديت هي اللي هتصرف على الناس اللي ساهموا في العربيه قبل كده. حقك يا حاج. وشاكر جدا. حقك يا حاج، حقك طبعا يا حاج. الله يخليك. ومفيش حد بيمن عليك بحاجه، الحكومه حتى مش بتمن عليك، انت ليك حقوق ولازم تاخدها ان شاء الله يا حاج. احنا نقبل من القضاء لانه العادل، لكن ما نقبلش من اي حد تاني، حتى لو كان ملياردير او مليونير. معلش حتى لو ما حدش هيديني، لو القضاء مش هيديني مش هقبل من اي حد حاجه. لكن القضاء صرح كبير، يا ريت الناس يفهموا اللي بره. صرح كبير يعني ايه؟ يعني مش قاضي واحد اللي بيديني، مش قاضي واحد اللي اتبرع لي، لا القضاء اللي بيحمي مصر زي جيش مصر بالظبط. هو جيش واحد، جيش واحد. لازم عبد الناصر الله يرحمه، الناس اللي عواجيزه اللي في سني، عمل لقمه القطه زمان. لقمه القطه ما حدش يسمع عنها، عشان كل واحد يرمي حاجه في قطر الرحمه عشان نبني جيش. وام كلثوم الله يرحمها غنت في جميع الدول وادت للجيش. الجيش ده هو مصر. الجيش اتخلق قبل الشعب، لازم نحافظ عليه. وكل واحد يعرف كلمة الجيش ديت، انه ابني وابنك وابني ده وعمي ده وكلنا اخوات. كنت تعالوا شوفينا في حرب 67 او في حرب 73، تعرفي ان اللي جنبي ده مش مهم يكون قبطي، المهم هو شايلني وانا شايله. والناس اللي في الجيش فاهمه الكلام ده. البلد بتاعتنا عظيمه جدا. نزل الجنوب شوف الاثار، خش الشرق شوف مناجم الذهب. اللي مش عارف مناجم الذهب فين يقول لي وانا اقول له. يشوف العرق اللي ماشي بس عروق رفيعه. انت حافظ خريطه مصر حته حته يا حاج. اقدر اقول لك تروح البحر الاحمر من كام ناحيه بعربيتك، لكن انا اروح البحر الاحمر من غير عربيه، من الجبل 4 طرق. من السويس طريق حلوان يطلعك على راس غارب على طول. طريق قنا يطلعك على سفاجة على طول. طريق ادفو يدخلك مرسى علم قبل ما يتبني فيها. انا فيها قبل ما يتبني مدينه مرسى علم والكلام. كنا احنا موجودين احنا والعقارب. اي مكان في مصر كلها. اقول لك انا رجلي اتقسيت وانا في الجيش.